السلام عليكم. يا رب تكونوا بأفضل حال. طبعا انتوا عارفين حبي ان انا اعيد تدوير الحاجات القديمة او الحاجات اللي احنا ما بقيناش محتاجينها. فانا كان عندي قطعة الخشب القديمة دي وقررت ان انا ارسم عليها بالمعجون، نرسم عليها سوا رسم بارز. والادوات اللي هنستخدمها هو دهان ابيض ومعجون، وكمان علشان نكمل الخليط فهنستخدم غيرة. والسكاكين اللي هنستخدمها دي وضحتها لكم في اول الفيديو، هنجيبها من اي مكتبة. اول حاجة هعملها هو اني احضر قطعة الخشب دي كويس جدا، واهم حاجة ان هي تكون متصنفرة. الوجه اللي انا بشتغل عليه ده متصنفر كويس جدا وناعم. بس لو الوش ده او الوجه اللي انا برسم عليه مش ناعم، يبقى وقتها ان انا هستخدم صنفارة ناعمة، وهبتدي ان انا اصنفر كويس جدا الخشب لحد ما يكون ناعم جدا، علشان ارسم عليه بكل اريحية والرسمة معايا تطلع حلوة. او بمعنى اصح الرسمة تطلع ناعمة وما فيهاش اي بروز مش احنا مش عايزينها او احنا مش ضايفينها بايدينا. وده بيعزز من كواليتي الرسمة بتاعتنا في الاخر خالص، كمان مع جزء التلميع او مع جزء الورنيش ده بيخلي الرسمة حلوة، وكمان الكواليتي بتاعتها عالية. اول طبقة انا ضفتها كانت دهان ابيض بس، بعدين لما نشفت خالص حطيت نقطة من البني الغامق عشان انا كنت عايزة درجة بيج رايقة قوي. انا بحب الدرجة دي جدا لان هي حرفيا بتخلي كل رسوماتي شكلها تحفة. بعدين رسمت الاوتلاين اللي انا همشي عليها بالمعجون. هنا بقى انا بحضر الخليط بتاعنا، حطيت معلقتين مثلا من المعجون وحطيت معلقة من الغيرة. وهنا بصراحة انا عملت خطوة مش صح خالص، وهو ان انا ضفت مية. فانتوا ما تضيفوش مية نهائي. انا الخطوة دي معرفش ان انا عملتها غير وانا بمنتج الفيديو، ولان فعلا الخليط وانا شغالة بيه حاساه ان هو مش متماسك قوي زي ما انا عاوزة. بس يعني انا عالجتها فيما بعد وحطيت لها معجون زيادة. فلما تيجوا تخلطوا الغرة بالمعجون ما تضيفوش اي ميه خالص، لان انتوا محتاجين الخليط بتاعكم يكون متماسك على قد ما تقدروا. هنا انا بدأت بالباك جراوند، كنت حابة ان الباك جراوند بتاعتي تكون بارزة وفيها رتوش كده بالسكينة، عملتها بظهر السكينة. وخليني اقول لكم ان الخطوات دي انتوا اللي بتحددوها. يعني لو هينفع ان احنا نرسم الرسم الاول علشان احنا حابين ان الباك جراوند تكون بارزة، فاحنا ممكن نخلي الباك جراوند للاخر. انما انا كنت حابة ان انا ارسم على الباك جراوند الرسمة بتاعتي تكون باينة ان هي مرسومة على الارضية قوي، او ان الرسومات يعني طبقات فوق طبقات. علشان الطبقات دي بقى تظهر معايا فكان لازم ان انا اعمل الباك جراوند الاول. وانتوا على فكرة ممكن تخلوا ان الطبقة اللي انتوا عملتوها الاولانية دي تنشف خالص، بس انا ما خليتهاش تنشف بصراحة. انا اشتغلت على طول في الخطوة التانية اللي هي رسم اوراق الشجر. بس لو انتوا عايزين تمشوا على خطوات صحيحة 100%، فاستنوا لحد لما كل طبقة تنشف لوحدها، وبعدين تشتغلوا في الطبقة اللي بعديها. والخطوة دي هتتفادوا بيها ان انتوا تعملوا غلطات مثلا ما تعرفوش تصلحوها. بس انا بالنسبه لي طالما انتوا معاكم كل الماتيريال اللي انتوا شغالين بيها ومتاحه وكل الالوان، فصدقوني اي غلطه انتوا ممكن تعملوها في اللوحه بتاعتكم ممكن تتصلح عادي جدا. انتوا بس محتاجين تركزوا في الدرجه اللي انتوا بتعملوها او الخطوات اللي انتوا بتعملوها، وهتلاقوا نفسكم عرفتوا تصلحوا اي حاجه بوظتوها في اللوحه بسهوله. انا هنا بقى عملت الخليط بتاعي، وهو ان انا ابتديت ان انا احط الدرجات اللي انا عايزه اشتغل بيها، وهي درجه الاخضر. وانا بحب جدا ان درجه الاخضر تكون مزرقه شويه. في الفيديو ده انا مش هركز على الالوان على قد ما انا هركز على الخطوات بتاعه اللوحه، لان احنا اتكلمنا عن الالوان ودرجاتها كتيره جدا في الفيديوهات اللي فاتت. هنا في الخطوات دي انا لونت المعجون اللي انا بشتغل بيه، يعني هو الخليط اللي احنا اتفقنا عليه ان احنا خلطنا المعجون بالغيرة وحطيت بيه بقى فيه بقى الدرجات اللي انا عاوزاها. الالوان اللي انا استخدمتها دي الوان جواش عادية، وما تقلقوش ما طلعتش خالص من اللوحة او ان هي صبغتها طلعت من اللوحة ذات نفسها. ممكن تستخدموا مركزات الوان، دي بتكون ارخص كتير وبتدي درجات الالوان اللي انتوا عايزينها. بس الفكرة في مركزات الالوان ان هي فعلا بيكون تركيزها عالي جدا ومش متاح منها كل الدرجات. فانتوا في يعني في النقطة دي ممكن تلجأوا ان انتوا تستخدموا لو عندكم الوان جواش او عندكم الوان اكريليك. اللوحة اللي انا بشتغل عليها دي مقاسها 20 في 15، فاستخدمت اصغر سكينة موجودة عندي في طقم السكاكين اللي انا جايباه. طقم السكاكين بيكون فيه كذا حجم وكذا شكل، فانتوا على حسب الرسمة اللي انتوا هتشتغلوها بتحددوا السكينة اللي انتوا هتختاروها علشان تشتغلوا بيها. واكيد حجم اللوحة هو اللي بيقرر برضو انهي حجم السكينة اللي هتشتغلوا بيه.
غير بقى لو انتوا هتشتغلوا مثلا فرع شجر واحد على المقاس ده 20 في 15، فانتوا ممكن عادي جدا تستخدموا السكينة الكبيرة، لان مفيش تفاصيل كتيرة، هو انتوا بس هتشتغلوا هو فرع واحد او هي ورقة شجرة واحدة. اتمنى ان النقطة دي تكون وضحت معاكم جدا، ولو حابين تعرفوا طقم السكاكين مثلا اشكاله ايه ابعتولي على الانستجرام، وهبعت لكم الصورة بتاعتها وجبتها منين بالظبط. الرسم بالسكاكين فعلا سهل جدا، بس انتوا محتاجين تعرفوا مسكة السكينة الصح، وان انتوا بتحطوا اللون على اي جهة، لان برضو بتفرق الجهة من يمين وشمال، علشان لما تيجوا تفردوا اللون يتفرد بالطريقة اللي انتوا عاوزينها. انا من الناس اللي مش بستخدم السكاكين كتيرة جدا في رسوماتي، لان انا كل رسوماتي بالفرش، ولكن خليني اقول لكم ان انا في كل مره باجي امسك السكاكين عشان ارسم بيها بحس ان انا عادي برسم بيها من زمان، وان هي فعلا سهله. وخليني اقول لكم برضو ان كل ما القوام بتاعكم يكون تخين او يكون متماسك، كل ما الرسم بالسكينه يكون سهل قوي. الرسمه دي انا اخترت فيها ورق الشجر علشان يكون سهل عليا وعليكم في الرسم، بما انها ممكن تكون اول مره ليكم ان انتوا ترسموا بالسكينه. فانا هنا حبيت بس اوريكم انا باخد اللون ازاي. وخشبة MDF اللي انا حطاها دي انا حاطه فوقيها لزق، هو بس مش باين قوي في الصورة علشان يعزل لي ما بين المعجون والخشب وما يبوظهاليش قوي. اختيار الريفرنس مهم جدا، فانت ممكن تختاروا اي ريفرنس سهل تجربوا فيه الاول، وبعد كده تبتدوا ان انتوا تدخلوا في ريفرنس اكبر او افكار بقى من دماغكم، تبتدوا تعملوا اشكال تانية بالمعجون. الطريقة دي طريقة من طرق كتيرة للرسم بالمعجون. كمان في طرق تانية أصعب، أو هي مش مسألة أصعب ولكن بتكون محتاجة شغل كتير، وكمان محتاجة مجهود وخطوات أكبر. فعشان كده أنا حبيت إن أنا أختار ريفرنس سهل إن احنا نعمله سوا، نفهم بس فكرة الرسم بالمعجون، ونبتدي واحدة واحدة ندخل في الأفكار التانية. وكمان تدريج الألوان في فكرة المعجون بتكون مهمة جدا، لأن تدريج الألوان مع الريفرنس ومع الرسم كأننا بنرسم رسمة عادية جدا، هي اللي بتخلي شكل اللوحة تبان. فهتلاقوني رسمت ورقة شجر فاتحة شوية، وبعد كده ابتديت ان انا دخلت في الاخضر العادي، وبعدين هغمق درجات الاخضر علشان الشكل يبان معايا اكتر. تعالى اقول لكم بقى العواقب الناتجة من ان انا ضفت مية للمعجون. اول حاجة هو ان انا لما بطبطب بالسكينة المفروض ان هي يطلع مثلا ايه زي ريفليكشن كده من المعجون ان هو بارد شوية، بس ده ما حصلش وهبطت مرة واحدة، وده بسبب المية اللي انا ضفتها. وعايزة اقول لكم ان انا فعلا ما خدتش بالي ان انا ضفت مية، مش عارفة ازاي انا عملت الغلطة الشنيعة دي، ما خدتش بالي غير وانا بعمل المونتاج للفيديو، فعرفت انا ليه المعجون بتاعي ما ثبتش ان انا لما باجي ارفعه لفوق ليه بيهبط بسهوله. ولكن عشان انا بطبيعتي ما بحبش حد يغلط غلطتي، فانا قلت لكم الغلطه اللي انا عملتها علشان ما تكرروهاش. ما تضيفوش ميه للخليط بتاعكم علشان احنا عايزين الخليط بتاعنا ثابت. طيب انا جيت بعد لما خلصت، هو عاقبه وميزه برضو. الميزه ان انا لما جيت اشتغل على المعجون بالالوان، اشتغل بالفرشه بقى سهل جدا معايا وكان كويس جدا، واداني برضو تأثيرات حلوة جدا، ما كانش عيب قوي يعني، فاداني ميزة برضو قصاده. العاقبة التانية ايه بقى؟ ان انا تخيلت ان انا لما اخلص اللوحة وتنشف نهائي ان المعجون بتاعي هيتشقق. والناس اللي بترسم بالمعجون عارفين يعني ايه وجع ان انتوا تتعبوا في اللوحة وتخلصوها وفي الاخر اللوحة بتاعتكم تشقق، لان برضو مش على طول بيكون شكلها حلو، بس ما احنا مش بنحب الغلط ده برضو في اللوحات بتاعة المعجون بالذات. فانا تخيلت فعلا بسبب نقطة المية دي ان المعجون بتاعي هيتشقق في الاخر ومش هيبقى شكله حلو. ولكن اتفاجئت فعلا ان انا بعد ما خلصت لقيت ان المعجون ما تشققش خالص، وحتى لو في تشققات فهي رفيعه جدا، انا فعلا مش شايفاها وانتم مش هتشوفوها في الفيديو، بس انا اخدت بالي من اللوحه لما قربتها قوي. فيمكن ده علشان انا زودت كميه الغيره قد ما زودت كميه المعجون، وان الميه ما كانتش زياده خالص. فخدوا بالكم من النقطه دي، ولما تيجوا تضيفوا الغيره فعلا ما تقللوهاش، زودوها، لان ده فعلا هيفرق معاكم. هنا بقى انا درجت ورق الشجر بتاعي وخليت ان فيه جزء يكون غامق وجزء فاتح، وكمان جزء يكون يعني الدرجات بتاعته تكون ما بين الدرجات اللي انا حطاها. وخليني اقول لكم ان اللوحات الديكورية دي بالذات بيكون متاح لينا ان احنا نحط درجات
مش في الواقع اصلا، وان هي الدرجات دي تكون بمزاجنا، او ده يعني دي حاجة بصراحة شخصيا انا بحب جدا ان انا اعملها. احط درجات عادي ورق شجر، واحط له درجات مختلفة خالص. اهم حاجة ان هو يخدم اللوحة بتاعتي ويطلع لي شكل زي اللي انا عاوزاه، او ان انا اكون راضية بيه. في نقطة كمان انا حابة ان انتوا تخلوا بالكم منها، هو ان انا لما جيت اشتغلت اللوحة دي انا ما استنيتش ان البروز البيضة اللي انا عملتها في الباك جراوند ان هي تنشف 100%. انا هي فعلا نشفت وانا شغالة. فانتوا لما تيجوا تشتغلوا تخلي بالكم من حركة ايديكم ان هي ما تبوظش الشكل اللي انتوا عاملينه في الاول، لان الشكل ده لو كان باظ هينفع ان انا اصلحه كل حاجة، بس فعلا هيكون صعب، مش هيكون سهل خالص. وده نفس الكلام مع ورق الشجر. ورق الشجر لما هنيجي نرسمه او اي ريفرنس انتوا هتيجوا ترسموه، ترسموا او تبتدوا بالخطوات اللي انتوا او بالاجزاء اللي انتوا مش هتعرفوا تقربوا منها مرة تانية. هي الخطوة خلصت، فانا هبتدي باللي تحتيها علشان ايديا ما تبوظش الرسمة. اتمنى تكونوا فهمتوا النقطة دي او تحدلكوا، لان انا بقع فيها كتير. وانا فعلا بحب ان انا لو في حاجة مثلا بتبوظ اللوحات عندي فان انا اقولها او ان انا افيد بيها غيري. ولو في حاجات انتوا بتعملوها في اللوحات بتاعتكم وانتوا مش واخدين بالكم بتبوظوها، اكتبولي برضو، ممكن نخلي بالنا من ايه في الكومنتات. وبعتولي على الانستجرام لو انتوا حابين تشاركوني بافكار جديدة. هنا بقى انا كنت خلصت اول الخطوة في الرسمة، هو الرسم بالمعجون. وبعدين هبتدي بقى بالخطوات الختامية او الفينش بتاع اللوحة، وهو ان انا جبت الالوان اللي هي ممكن تظهر معايا اللوحة، وابتدي ان انا اشتغل بيها. فاشتغلت بالابيض وبعدين بالاصفر، وبعد كده هنبتدي بقى نحط ورق الذهب. واللي شايف الفيديو اللي فات هيعرف احنا ورق الذهب بنلزقه ازاي بالظبط، واكيد كل المعلومات دي هقولها لكم في باقي الفيديو. لو كنت هكتفي بخطوة التلوين بس، كنت ابتديت ان انا حطيت مثلا درجات تانية، وابتديت ان انا اظهر اللوحة اكتر من كده. ولكن انا كنت عارفة ان انا هحط ورق الذهب، فعشان كده حطيت بس رتوش صفراء علشان تبين لي اللوحة ويكون شكلها قايم معايا. هنا انا هستخدم طريقتين في ان انا الزق ورق الذهب. اولها هو ان انا هستخدم الغرة اللي احنا لسه حاطينها في المعجون، وهو ان انا هوزعها بس بطرق كده عشوائيه، لان انا عايزه ورق الذهب يكون يعني متفرق، مش قريب من قوي من بعض زي بالظبط زي شكل الفيديو كده. وكمان عايزاه يكون خفيف، مش عايزاه تقيل. الخطوة التانية ايه بقى، هو ان انا اشتغلت وان المعجون بتاعي كان لسه طري، ما كانش نشف خالص، والمعجون فيه نسبة من الغرة. فانا حطيت الورق الذهب على المعجون وهو طري ما كانش ناشف، وابتديت احط يعني اجزاء صغيرة واجزاء تخينة. ممكن ان انتوا تكتفي ان انتوا تحطوا اجزاء بس كده في النص، او حاجات خفيفة كده تطيروها من فوق، او تكتفوا تحطوا على الاطراف، هيبقى برضو الشكل حلو جدا. بس اهم حاجة ما تجوش ناحية ورق الذهب غير لما اللوحة تنشف تماما، لان انتوا لو فكرتوا ان انتوا مثلا تشيلوا الزيادات من ورق الذهب، هتحسوا ان اللوحة بتاعتكم كلها باظت، لان اصلا المعجون منشفش. هنا بقى انا ابتديت بنفس الطريقة ان انا احط الغيرة على الاماكن اللي هي نشفت، وابتدي اوزع ورق الذهب بطريقة عشوائية. ده مش الشكل النهائي، هحط لكم شكل النهائي وانا برضو بشيل الزيادات من ورق الذهب. فهكون مبسوطه لو كتبتولي رايكم في الكومنتات او قلتولي رايكم بشكل عام يعني. ولو انتوا عارفين خطوات مهمه انا ممكن اضيفها للرسمه بتاعتي تحسن من جودتها او قيمتها، اكتبولي برضو في الكومنتات او ابعتولي على الانستجرام. انا بحب جدا اللي يشارك معايا معلومات هو يكون عارفها وانا لا. ودي النتيجة الأخيرة من اللوحة. ابتديت ان انا وزعت ورق الذهب بطريقة عشوائية، وهبتدي ان انا اشيل الزيادات من اللوحة بطريقة سريعة كده، بحيث ان هي يعني لو في اي زيادة ملهاش لازمة في اللوحة بتتشال على طول وتديني شكل اللوحة احلى. وبس كده، الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. اتمنى ان هو يكون سهل عليكم وتقدروا تنفذوها وتبعتولي نتيجة. سلام، واشوفكم في فيديو جديد.